واش حماقيتي اليوم غادي نقولها له، والله حتى نفرشك اليوم نفضحك مع الوالد. تلاقي ليا مع البشير في هاد الليل ما حشمتيش. لا سي محمد ما تفهمنيش غلط، انا كنت عند بشرى صاحبتي بنت الجزار وتلاقيت معاه وبغى يسولني، قال لي واش كاين في الدار، بغيت نمشي ندوي معاه، بغى يجي يخطبني، هذا ما كان اخويا. فك ما تقول حتى شي حاجه، الله يرحم لك الوالدين. الا انا ما سوقيش والله حتى نقول لبا، انا ما كنعرفش لهاد البسالات، ما سوقيش والله حتى تفرشي مع الوالد، انا ما عنديش مع هاد الشيء وبلاتي. عافاك السي محمد ما تقول لي والو، راه غير سولني. عافاك ما تقول لي حتى شي حاجه. عافاك السي محمد. السلام بشير، كي داير؟ لاباس؟ عافاك الا سمعتي هاد الاوديو جاوبني، السي محمد غادي يجبد ليا واحد صداع كبير، قال لي والله حتى نقولها لبا، وانا لا صاقبه الخبر راني كحالتها. اللي سمعتي هاد الاوديو جاوبني دغيا، حيت لا صاقبه الخبر غادي كحلها معايا، شوف اش دير معايا. والسلام رحيمو، راني قلت لك البارحة شنو ديري، وبيعي دوك الدهيبات وعطيني ندير واحد المشاريع، وديك الساعة نجي نخطبك اليوم قبل الغدا. ايوا فاكري وردي عليا. يا ويلي ويا البشير، يا قلت لك هذوك الدهيبات مخليهم ليا جداتي الله يرحمها، هما اللي كان كساب، هما اللي كان شاب فيهم الريحه. غير شوف كيف دير وجي تخطبني وسترني، الله يسترك من العيب. واش ندير يا البشير؟ لصق بالخبار راه غادي يقتلني. ورحمو راه هذا هو الحل اللي بان ليا، الا ما كانش هذا راه ما كاين من ندير ليك. واش غادي نقول لك يا البشير؟ ويصبح ويفتح، باش ما كان غادي نرجع لك غدا. يا ربي قول لي شنو غادي ندير، يا ربي تعاوني، الا ما بعدش التهيبات ما غاديش يجي البشير يخطبني، وإلا صاقب الخبار غادي يقتلني. امي متياش هاد الوحله وحلت فيها. يا ربي السلامه، انا دابا غادا بغلا خبر امي، الا ساقت لي الخبار ما يجي اللي يفكني منها، غنبيع هاد الدهيبات ونعطيهم البشير باش يجي يخطبني، باش نتهنى من كلام با. يا ربي السلامة وصافي، الله يخرج العاقبة على خير. السلام عليكم سيدي، اشوف عندي هاد الدهيبات بغيت نبيعهم، غير تصوب معايا سيدي، كل ما كنت محزوزة من نبيعهم. السلام عليكم لالا. ايه مرحبا، غادي نشوف شحال غادي يجيب ليك، نعبرهم ونشوف. عندك لالا 1,020,000 ريال. والله ما سخيت بيهم سيدي، غير محزوزة بدوك الفلوس وصافي. والو البشير، يلا جيت من المدينة وبعد دوك الدهيبات اللي قلت ليك، ايوا فين تلاقاك وامتى غادي تجي تخطبني؟ ايوا هاك كنبغيك رحيمو. ايوا من هنا لواحد ساعة نتلاقاو في البلاصة المعلومة، وديك الساعة نمشي غدا ندير شي طويبلة ندير فيها البيع والشراء، ومن بعد نجي نخطبك. ايوا يلا نتقاشعو. اقول لي يا وليدي البشير، شفت هاد الزويجة جات غفلة، ما قلت لي البنت كي دايرة، ما كنعرفوها، ما سولتي عليها، غير غادي تجيو وتختص، خاصك تسول. والوالدة كيف ما قلتي هادشي جا غير على غفلة، والبنت تبارك الله راه مزيانة، الله يعمرها دار، غادي تعجبك. ايوا دابا نشوفو وليدي، هاني غير تابعك. ايوا طلقنا خلاص، خلينا نمشيو نخطبوها ونشوفو هاد الجرة فين غادي تخرجنا. يلا اتكل على الله. ايوا يا بني يا رحيمو، فاش خدام هاد البشير؟ كيف ما كنعرف انا،
راه ما خدام مردام. ايوا باش غادي يكون بكاه؟ هبا ما كانش خدام، ولكن دابا راه دار واحد المشاريع، دار واحد الطويبله ديال البيع والشراء، راه محرك. وبنيتي راه ماشي شي حاجة، ولكن من اللي بغيتيه وباغيك الله يسخر ليكم. ما غاديش ندير ليك العكوسات. الله يسخر بنيتي، الله يسخر. وبنيتي واش شفت هادو راه تعطلوا، واش غادي يجيو ولا ما غايجيوش؟ امي راه غادي يجيو. واش طابا بعدا الغدا ولا مازال؟ كلشي موجود، خاص غير الضيفان يدخلوا. واقيلا هما اللي كيسرسروا في الباب. اش قلت لك امي؟ هما جاو، ايوا نوض نحليهم. جلسي وتبتي هذيك الفريفرة. يا نوض المحجوب، وانتي سيري طلعي البيت، سيري طلعي البيت تنعيط عليك وجيبياتي. اسمح لي السي المحجوب، دخلنا عليكم هاد الدخلة المزوبة، يجينا طالبين ضيف الله. لا لا، ما تقوليش بحال هكاك. مرحبا بضيف الله. ربي يخليك السي المحجوب، اجينا طالبين وراغبين في بنتكم رحيمة الولدنا البشير. مرحبا بلاله رشيدة، مرحبا بالسي البشير، اما غاديش نلقاو حسن منكم. وعلى بركة الله، اسمعونا شي زغريدة نديرو الفيل.